اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا رب؟ تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهارده حابة أشارككم معايا الفيديو. النهارده هنعمل غدا مع بعض كده إن شاء الله، بس قبل ما نعمل الغدا ونبدأ في الفيديو هنعمل حبة المواعين دول هنغسلهم. كان عندي كده كوبايتين في الحوض وطبقين، قلت اشطب الحوض الاول علشان نقف ننظف الحاجه بتاعتنا ونعمل غدا مع بعض. لو اول مره تشوفوني بتمنى تحطوا لي لايك للفيديو، واللي لسه مشتركش في قناتنا تحت الفيديو كلمه اشتراك بالاحمر يضغط عليها ويفعل الجرس على كلمه الكل علشان يوصل مني كل جديد فضلا وليس امرا. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله احلى متابعين. النهارده زي ما انتم شايفين كده انا الاول ظبطت الدنيا وروقت الحوض، ما بعرفش اقف في المطبخ غير لما اروق الحوض الاول. بحب بقى عفوا اروق الاول الحوض كده واظبط الحاجه اللي هقف اعملها. قبل ما بعمل اي حاجه لازم تبقى الدنيا حواليا نظيفه، طبعا كلنا كده واكيد انتوا كده برضو متعودين على كده. خلصت كده الطبقين اللي في الحوض نضفتهم وشطفتهم، ومعانا بقى كيلو من البانيه. بقالنا فتره كبيره جدا طبعا ما عملناهوش من ساعه ما غلي، فالاولاد طلبوه فجبناه بقى وقلنا هنعمل النهارده بانيه وهنعمل مكرونه وهنعمل طبق سلطه كده جنبيهم. ده غدانا النهارده. لو لسه اول مره تشوفوني يا بنات بتمنى تحطوا لايك للفيديو يا جماعه، بالله عليكم دعموني باللايك والاشتراك، بحبكم في الله. طبعا شطفنا البانيه شطفه حلوه، وبعد ما شطفته كنت بشره بصلتين كده وحطاهم في المصفى ورش عليهم رشه ملح وسبتهم يصفوا الميه بتاعتهم. ليه؟ لان هاخد الميه بس والتفل انا مش هستعمله. كده اخدت ميه البصل زي ما انتم شايفين معايا بابريكا، معايا فلفل اسمر، ملح، معايا بهارات فراخ، معايا بهارات مشكله اللي هي 7 بهارات. حطيتهم نزلت عليهم بالميه بتاعه البصل كده ونزلت عليهم بليمونتين، لان اللهم بارك انا عامله كيلو خلاص. لو انت عامله اقل من كده طبعا مش هتحطي ليمونتين، حطي ليمونه، حطي بقى نص على قد الكميه اللي انت حطاها. خلاص هقلب بقى التوابل اللي انا حطيتها دي كلها مع ميه البصله بالليمونتين اللي احنا عصرناهم. هقلبهم كويس وبعد كده هنزل عليهم بالبانيه. وكنت مطلعه كيس صلصه او كيسين صلصه كده يفكوا. الصلصه دي اللي هي الطماطم اللي انا مفرزاها عاملاها معاكم برضو على القناه بطريقه حلوه جدا جدا. بحب اطلعها كده اعمل بيها المكرونه. كده قلبت بقى البانيه بالخلطه الجميله الجباره بتاعتنا دي وهنسيبه شويه. بعد ما سبته يتبل حوالي ساعه او نص ساعه جبت بقى 3 بيضات كده حلوين عليهم رشه فلفل اسمر او رشه كمون ومعلقه صغيره خالص من الخل عشان زفرت البيض. ضربتهم كويس كده بالشوكه ونزلت عليهم بالبانيه برضو. اقلب البانيه بقى بالبيض بالخلطه الجميله بتاعتنا دي علشان ما تهدريش بيض كتير وتهلكي بيض كتير، وطبعا البيضه بقت ب4 وشويه او ب3.5، فحرام. هنسيبها بقى كده على طول، نسيبها حوالي نص ساعة. وبعد كده جبت كوباية من البقسماط وكوباية من الدقيق اللي هو الدقيق العادي الأبيض بتاعنا. قلبتهم مع بعض كويس. لو عندك كركم هتحطي عليهم معلقة كركم صغيرة بس مش متوفر عندي. ونزلت بقى كده جبت البانيه من الخلطة الحلوة بتاعتنا دي على البقسماط وبإيدي كده وبتك عليه هتبله. هخلص بقى الكمية كلها واتبلها بنفس الطريقة وهسيبها في التلاجة حوالي نص ساعة عقبال ما نعمل بقى المكرونة ونظبط حاجتنا. البانيه ده انا بقليه اخر حاجة خالص علشان يبقى سخن. بس خلاص كده خلصت كل الكمية اللي معايا زي ما انتم شايفين اللهم بارك، يعني حاجة كده جميلة قوي. ولو انت هتخزنيه او هتشيليه في الفريزر هتشيليه بنفس الطريقة اللي انا عاملاها دي في علب تلاجة. وكل سطر كده تحطي عليه كيس تلاجة وترصي السطر فيه علشان لما تيجي تطلعيه ما يبقاش لازق في بعضيه. خلاص كده خلاص سيبته بقى حوالي نص ساعة كده في التلاجة. وبعد كده قلت ايه اعمل بقى الصلصة بتاعت المكرونة. طبعا في ناس بتقلي بفص توم واحنا بنعملها بتوم وبصل، يعني مش حرماهم من حاجه. هم انا جيت كده البيت ده هم بيحبوا كده المكرونه المسلوقه ببصلايه وبتوم خلاص. زي ما قلت لكم في ناس بتعملها بفص توم كده وطماطم وخلاص. انا بقى مسكت بصلايه صغيره وسط كده وحبه زيت. طبعا البصلايه اخدت لون كده اصفر ذهبي، نزلت عليها بمعلقه من التوم المفروم وهقلب لغايه ما التوم ريحتها تطلع كده. وبعد كده هنزل بكيس طماطم من اللي احنا مطلعينه. كيس الطماطم اللي هي الطماطم لما بيكون رخيصه بنفرزها يا جماعه وبنخزنها زي كده في الفريزر. بتنفع بقى معاكي لكشري، المحشي، لمكرونه، لطبيخ، اي حاجه بتطلعيها بتبقى جاهزه معاكي. بص متفرزه تحفه بجد، يعني حاجه كده روعه. حطيت معلقه سكر صغيره خالص، حطيت رشه فلفل اسمر، حطيت رشه بابريكا، حطيت رشه كمون بس وخلاص. وهحط الملح وهظبط التوابل والملح بتاعها وهقلبها تقليبه كويسه كده. وبعد كده هغطي عليها وهدي النار بقى عليها لان هي مجمده علشان ما تنشتش ولا تلزق مني، بحيث ان هي تفك براحتها خالص على نار هاديه. خلاص دلوقتي بقى حطينا الطاسه اللي هنقلي فيها البانيه فيها زيت. الزيت طبعا سخن، رحت نازله بالبانيه زي ما انتم شايفين معايا كده.
خلاص اول ما بياخد لون مشقر كده مشقر كده يعني مش بيحمر، بياخد لون دهبي فاتح، بروح قلبها. طب ليه بعمل الحركه دي؟ عشان انا عايزاه يبقى مقرمش كده من بره وحلو، وما يبقاش شارب معاكي زيت. بصوا كل شويه بقلبه من الوجه ده للوجه ده لغايه ما ياخد اللون الدهبي اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. اول ما بيشقر كده وياخد لون اشقر كده بقلب على الوجه التاني، وبعد كده بروح رداه تاني برضو على الجنب ده لغايه ما ياخد اللون الجميل ده معايا. مش عندي بقى مناديل مطبخ، طلعت على طول على الطبق كده. لو متوفر عندك مناديل مطبخ هتحطي منديل مطبخ تحتيه، وما بتيجي تقدميه بتحطيه في طبق تقديم وتشيلي مناديل المطبخ خالص من تحتيه. كده خلاص قليت اول رصه وادي تاني رصه. وتعالوا بقى نشوف التسبيكه بتاعه المكرونه بتاعتنا الجميله دي. برضو زي ما قلت لكم بياخد لون اشقر كده بقلبه وبرجع ارده تاني على الوجه دوت لغايه ما ياخد لون دهبي حلو معايا. بس كده هكمل بقى بقيه الكميه كلها معايا مع نفسي بقى وانا واقفه كده. بس الاول اوريكم التسبيكه اتسبكت وبقت جميله، وكيس الطماطم فك بقى حلو قوي. اهم شيء تهدي عليه النار خالص وتسيبيه يفك مع نفسه، ما تعليش النار. زي ما انتوا شايفين بصوا اللون معايا تحفه بجد. بس كده خلاص. تعالوا بقى ايه، خلصنا القليه بتاعتنا، وتعالوا بقى نسلق كيس المكرونه. حطيت الميه على النار. الميه غليت، نزلت بملح ومعلقه زيت كده ومعلقتين زيت، ونزلت بكيلو ونص من المكرونه. اي نوع مكرونه بقى اللي ما هم بيحبوا برضو المكرونه القلم دي. بصوا يا جماعه اقول لكم مثل كل دار وليها مدار. هم على حسب ما جيت بقى وبقيت بعمل زي ما هم ما بيقولوا. كده خلاص المكرونه بتاعتي دخلت على سليق. هطفي بقى النار وبعد كده هصفيها. صفيتها بقى وحطيت لها معلقه زيت، ما بنزلش عليها ميه ساقعه من الحنفيه، يا دوب بصفي واروح مقلباها بمعلقه زيت على طول. الصلصه بتاعتنا اتسبكت اللهم بارك بقت زي الفل. خدتوا بالكم انتم من الطرطشه اللي وقعت على البوتاجاز دي؟ طبعا ما بسيبهاش، بمسح البوتاجاز اول باول. كده بقى خلاص هقلب بس المكرونه، وتعالوا بقى نغرف الاكل بتاعنا. كنت انا قطعت طبق سلطه خضار، قطعته بس ما صورتهوش معاكم. هغطي عليها بقى حوالي دقيقتين بالظبط واسيبها تتشرب شويه من الصلصه دي، دقيقتين او 3 دقايق بس. وهدي النار طبعا علشان ما تشطش وتلزق مني. بس كده ادي البانيه بتاعنا، وادي طبق سلطه خضار، وادي المكرونه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكونوا بتطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين، واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ايه رايكم بقى في البانيه؟ ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله.